أحضان ربنا مفتوحة لكل إنسان، وعلى الأخص أولاده وبناته. وأي إنسان يطمع في النعمة ده الطمع المرغوب. العالم اللي حوالينا مش مطمئن وما يديش سلام، ولا الخطية ولا الجسد. الإنسان مش هيلاقي سلامه وراحته إلا في المسيح يسوع. فالإنسان العاقل هو اللي يلجأ له، هو اللي يرتبط به، هو اللي ياخده نصيبه ويدخل في عشرة حقيقية معها. ده الإنسان العاقل. بيقول لي إنما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا واصحوا للصلوات. ده من 2000 سنة بيقول نهاية كل شيء. يعني إيه؟ يعني يا إنسان عيش اللحظة دي وإنت مستعد. وده كلام القديسين، إن اعتبر اليوم ده هو اليوم الأخير في عمرك. فالإنسان العاقل هو اللي سلم حياته للمسيح، يرتبط بيه، يحتمي فيه، ويبقى في عشرة وثيقة معاه، وياخد ويدي معاه في حياة صلاة، ويسيب الشيل عليه، فالمسيح يشيله ويشيل شيلته، ويختبر حلاوة العشرة مع المسيح. يبقى إنسان مختبر النعمة، اختبر إنه له صديق، أعز صديق ماشي المشوار معاه، وياخد ويدي معاه في حديث، في البيت بيكلمه، في الغد بيكلمه، في الشارع بيكلمه، هو نايم بيكلمه مع أما أنا فصلاه. يصاحب ربنا، بمعنى أصح يصاحب ربنا. ربنا ده رئيس السلام. من كتر حبي ليه هبعد عن الخطايا، فيملأ قلبي سلام، ويبدد المخاوف من قلبي، ويقطع كل الربط اللي ربطاني بالدنيا وشداني للأرض، وابقى خفيف، ويملأ قلبي بالشوق، واعرف موطني ووطني السماوي. مسقط رأسي، ما انا مولود من فوق، مسقط رأسي ابتدي اشتاق لمسقط رأسي. وايه اللي فيه مسقط رأسي؟ الأبرع جمال من بني البشر. واقول له بنعد الثواني امتى هتيجي تاني. يمكن الإنسان يخاف من الموت كإنسان طبيعي، لكن عايز يروح، عايز المسيح يجي عشان ياخدنا كلنا. فتلاقي الإنسان امتلأ بأشواق جديدة مجيدة خالص، غير أشواق عالمية، أشواق الجسد. يعني شوق الإنسان العالمي يكسب فلوس، يشتري أرض، يبني بيت، يكون له عمارة، وهكذا. أما أشواق الإنسان المؤمن الأمين تختلف تماما. أنا شو قلبي أمجد اسمك يا رب، وشو قلبي تيجي وأشوفك جاي على السحاب في موكب مهاب أو مشهد مهاب. ملايكة وقديسين، هيجي مع الملايكة والقديسين، وقعد يتأمل ملايكة وقديسين والمشهد خلاب. امتى هتيجي تاني؟ امتى فتلاقي الإنسان ممتلئ بأشواق مقدسة مباركة. فكره مش في الموت، لأنه مش هيموت. الإنسان اللي أخذ حياة من الابن المبارك مش هيموت. فكره في المجد الآتي. على رأي أعداد ترنيمة بتقول: وكل واحد شايل صليبه وماشي يرنم ورا حبيبه، والفكر رايح في المجد الآتي، ده حبيبنا وعدنا وقال أنا آتي. كل واحد شايل صليب وماشي يرنم ورا الحبيب، والفكر رايح شايل صليب، يعني في ضيقات وأتعاب وآلام، لكن الفكر رايح في المجد الآتي، ده حبيبنا وعدنا وقال أنا آتي. إزاي الإنسان يبدأ العلاقة دي؟ يعني يبدأ من الآن. يعني أي واحد بيسمعنا دلوقتي، والإنسان، كل إنسان لازم يبدأ من الآن. بيقول الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل. يعني فلان ماشي كده، لازم دلوقتي يتدور ويرجع في سكة تاني، لازم دلوقتي، لأن مش ضامن نفس يطلع ما يردش. ده العقل بيقول كده. وحط إيدي في إيد سيدي وابدأ عشرة معاه وعلاقة معاه. ده عين العقل. وده مش كلام واعظ، اللي عايز يسمع، مش كلام واعظ. عارف الدنيا دي بكل ما فيها، دنيا في لحظة، في طرفة عين هيئة هذا العالم تزول، والأرض تحترق والمصنوعات التي فيها. واللي حط قلبه على الأرض يا ويله. لازم الإنسان يرفع عينيه لفوق الآن ويسلم حياته لرب المجد يسوع، ويبدأ حياة مقدسة. ما عملتلوش حاجة طول العمر اللي فات،
لا، اقول له من الان يا رب ساعدني اعمل لك حاجه.